يا صباح الشتاء والجو الجميل، مين زينا النهاردة عنده شتاء كده؟ الجو النهاردة عندنا زي ما انتوا شايفين كده، ده من شباك المطبخ. قلت أبدأ معاكم اليوم كده بالمنظر الجميل الحلو قوي دوت. الجو الشتوي الجميل الحلو اللي محتاج اي حاجة تدفي كده. فبالمناسبة دي قلت اعمل معاكم اكلة موفرة ومدفية كده في نفس الوقت. طبعا احنا واخدين، يعني ان احنا قلنا هنعمل سلسلة كده من فيديوهات التوفير. فاحنا النهاردة بربع كيلو لحمة بس هنعمل غدوة تكفي 6 افراد. وما شاء الله كمية حلوة واكلة جميلة والشكل طبعا زي ما انتوا شايفينه كده. هنقول يعني هنتحايل على الموقف، ونتحايل على غلاء الأسعار. بربع كيلو لحمة مكعبات صغيرة جدا جدا هنعمل الأكلة الجميلة دي. هنا والله أنا ما جبتهاش مخصوص كمان للأكلة، يعني وأنا بنضف كده في الفريزر لقيت كيس اللحمة دوت كده فيه حوالي ربع كيلو لحمة قطع. اسكت انا؟ لا ما اسكتش، رحت جايبه قلت طب انا اعمل دي اكله. رحت جايبه حته الليه كده او الدهنه ورحت حطاها في الحله، ورحت جايبه كيس اللحمه اللي عندي دوت بحوالي 250 جرام 300 جرام بالكتير، ورحت مقطعاها المكعبات الصغيره اللي انتوا شايفاها دي، ورحت حطاها كده في الحله واديها بقى تقليبه كده بشويه فلفل اسمر وايه مع حته الدهنه زي ما قلت لك ومعلقه الزيت، واقلب قلب قلب فيها لحد ما اخدت اللون الحلو كده بالشكل الجميل دوت. يعني اكله كده من مفيش. ورحت جايبه كده كام حبايه بطاطس وقطعتهم مكعبات، وطماطميتين وبصلتين وقرن فلفل كله من التلاجة. وانا بغسل التلاجة قلت لسه هنزل اجيب اكل واعمل. لا والله لا عاملاها، يعني زي ما تقولي كده اختراع يا كوتش. ورحت عاملاها بالطريقه دي، ورحت جايبه البصلايه ومقطعاهم كده بصلتين حلوين كده عشان يدينا برضو كميه، ما احنا بقى عايزين نحارب الاسعار. رحت جايبه البصلتين الكبار ومقطعاهم المكعبات كده. ومن وقت للتاني طبعا ايدي في الحله عماله اقلب فيها عشان اللحمه بتاعتي برضو ما تتلسعش مني وما تاخدش لون غامق. اقلب فيها، وبعد ما خدت اللون اللي انا عايزاه رحت حاطه عليها ربع كوبايه ميه سخنه وسايباها لما تشربها خالص. وفي نفس ذات الوقت انا عماله برضو بقطع في الخضار بتاعي اهي، بوريك اللحمه بصي درجه اللون اللي وصلت لها. ورحت حاطه عليها حبه الميه السخنه وسايباها لما تشربهم خالص وتنطر الايدام بتاعها تاني. في اللحظة دي بقى حان وقت الخضار، رحت حاطة بقى البصلتين التلاتة اللي انا مقطعاهم المكعبات زي ما انت شايفاهم كده، ورحت حطاهم على اللحمة. وطبعا بقى حط عليهم فلفل حامي بارد اختياري براحتك، وطبعا معايا برضو الطماطم دلوقتي هنشوفها مع بعضينا، ومقطعاها برضو بنفس الطريقة، ضربها في الخلاط، عصرها في المبشرة، براحتك اي حاجة مش هتفرق معانا. احنا اهم حاجة ان احنا هنعمل الاكلة وهتكفي البيت كله وياكلوا ويشبعوا ويتدفوا، وعلى قد ما نقدر هنوفر. يعني اكلة يعني لحمة يعني دلوقتي ب200 جنيه، احنا عملنا من ربع كيلو اكلة محترمة. وما شاء الله والله ما يعني مش هيبان ان هي كمية صغيرة ولا حاجة. وزي ما انت شايفه حطيت البصلايه وبعد كده قرنين الفلفل حامي وبارد اختياري، ورحت نازله عليهم بالطماطميتين مقطعهم مكعبات، واديها بقى تقليبه. هنا بقى التكايه ديت اللي هتفرق معانا في الطعم والشكل والتقديم وكل حاجه. انا البطاطس بتاعتي قلت لك ان انا جبتها وغسلتها وقطعتها مكعبات، بس رحت اعطيها تحميره صغيره كده، يعني عطيت لها كده تقلبتين 3 في الزيت لحد ما اخدت اللون معايا. ليه بقى انا عملت التركايه ديت؟ لسببين. السبب الاولاني ان البطاطس يبقى شكلها حلو، ما تنزلش النشا بتاعها في الاكله بتاعتي وتخليها تقيله كده ومش مش شكلها مش عاطفي خالص. وفي نفس الوقت ان البطاطس هتمسك نفسها كده ومش هتتهري، حتى لو سخنتها اكتر من مره هتفضل محافظه على قوامها ومش هتتهري مني. وبعد كده رحت حطاها على اللحم وحطيت عليه كوبايه الميه السخنه، وطبعا اللحمه احنا كنا كده كده مسويناها كويس، وحطينا مجرد البطاطس يعني كل الخضار يتقلب في بعضه، وقدمتها بالشكل الجميل ده. طبعا التقديم بقى مع رز بشعريه، رز ابيض، تاكليها بعيش، طبق سلطه، طبق مخلل، ويوم ويعدي. وكانت أكلة جميلة وزي الفل وموفرة وطعمها تحفة، والله بجد كان طعمها تحفة تحفة تحفة. وبألف هنا وشفا للي كال، والسلام عليكم ورحمة الله.